الإحباط إحساس كتير مننا عايشه لما تيجي تبدأ حاجة جديدة زي لغة مثلا أو دراسة أو حفظ قرآن، أو إنك تفكر تفتح قناة جديدة على اليوتيوب. يعني أنا مثلا قررت أفتح القناة دي عشان أعمل صناعة محتوى، كنت مش عارفة هقدم إيه، بس اللي عارفاه إن أنا عايزة أقدم قيمة وعايزة أسيب أثر طيب ليا في الدنيا بإني أكون قدرت أعلم حد ولو حتى حاجة بسيطة. وفي نفس الوقت النهاردة صناعة المحتوى في 2026 هي شغل مربح جدا. فمرة عملت سكتشات فيها فكرة توعية بس المشاهدات كانت قليلة، ومرة حكيت قصة دينية وكانت برضو الأرقام قليلة، ومرة عملت فلوج وفضلت برضو الأرقام قليلة. وفي كل مرة كنت بكتشف نفسي وإيه اللي أنا حبيته، وفي كل مرة كنت بتعلم حاجة جديدة. فتعلمت أعمل مونتاج بنفسي، وتعلمت إزاي أكتب سكريبت، وإزاي ممكن أظبط الإضاءة. بس الطريق كان محبط جدا لأني كنت مش عارفة أبدأ منين، ودي أكتر حاجة بتكون صعبة، وهي نقطة البداية مش الطريق نفسه. وكل مرة كنت بحس بإحباط كنت بكمل عشان كنت بحس إني بحب اللي بعمله. بس برغم ده كملت لحد لما وصلت ل1000 مشترك. عارف إيه الفرق بينك وبين أي حد بيتكلم إنجليزي أو أي لغة تانية كويس؟ هو إنه برغم إنه حس إنه مش بيتحسن كمل برغم إحساسه بالإحباط، لكن أنت مشيت ففضلت واقف مكانك. زي بالظبط لما تحاول تحفظ قرآن ولما تخلص السورة وتيجي تسمعها تلاقي نفسك مش متمكن منها، فتقول لنفسك أنا زهقت وما ترضاش تكمل الصورة اللي بعدها لأنك حسيت بإحباط، مع إن ده طبيعي لأنك في أول الطريق وطبيعي حفظك يكون مش متمكن. بس لو فكرت مثلا تسمع شيخ وانت في مواصلات في صورة انت حافظها هتلاقي نفسك بتقول معاه لأنك حافظ حتى لو بنسبة 50 ل 60%. يعني لو عدت عليها هتلاقي نفسك بتتحسن. ولو عايز تفتح قناة لازم تكون عارف انها مش هتكبر بسهولة، هتفضل تبني فيها ولازم يكون عندك صبر، لان خوارزميات اليوتيوب بتكون لسه بتحاول تفهم انت بتقدم ايه ومين الجمهور اللي يحب يشوف المحتوى بتاعك. فده كله بياخد وقت، وعشان توصل للقمة في اي شيء في حياتك لازم يكون عندك حاجتين، الصبر والأمل. لأنك لو أخدت لحظة للتفكير هتلاقي إن الشخص اللي بيتكلم لغة كويس هو بدأ من الصفر وقرر يكمل، وإن صاحب أكبر قناة على اليوتيوب حد مثلا زي مستر بيست قعد 3 سنين لحد لما جاب 1000 مشترك، والنهاردة هو عنده 250 مليون مشترك لأنه قرر يكمل. وأي حد يقدر ينجح لو قرر يطور من نفسه ويستمر. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وقولي رأيك في الكومنتات.